انا رامي رجب، كنت شغال قبل كده، يعني لسه شغال ديف اوبس بقالي حوالي 4 سنين. كنت قبل كده بشتغل في وقت ديفلوبر. كان عندي دايما مشكله اول ما بدات ان انا سويتش او اعمل شيفت من الباك جراوند ديفلوبمنت على الديف اوبس. كان عندي مشكله ان انا لوجد على تولز معينه، بشتغل بواحده 2 3 تولز، ما بزودش اكتر من كده وما بروحش اكتر من كده. خلاص انا تولز معينه وهقفل عليها، لدرجه ان انا كنت برفض شغل كان بيجي لي عشان خاطر مثلا يقول لي ايه، لا احنا هنشتغل مثلا باجر ديف اوبس. لا انا مش هشتغل اجر ديف اوبس، انا هشتغل مثلا على اي دبليو اس واشتغل على حاجه ثانيه والحاجات اللي انا عارفها. كانت دايما مش لحد ما صادفت كورس فيديو الباشمهندس محمد رضوان كان بيتكلم فيه على جيت وبيشرح فيه على جيت. كان بالنسبه كان محطوط، كان معمول فري وكان محطوط. دخلت شديت لطريقه الشرح والفكره وازاي توصيل المعلومه والكلام ده كله. فبعد كده بدات اكمل باشمهندس محمد. انا حرفيا بعد الكورس وبعد اللي انا فهمته انا كنت من الدفعه الاولى وعملت ريفيو للكورس، وعملت كمان ريفيو في اخر الدفعه كمان في الدفعه الثالثه الاخيره، علشان خاطر اعرف الناس واعرف كمان لنفسي قبل الناس ازاي انا مستواي يتحسن، وازاي ان انا بقيت ما بخافش من اي تولز حرفيا. اي حاجه قدامي اقول ليه؟ لان باشمهندس محمد رضوان ربنا يبارك فيه وضح لنا ان الديف اوبس هو مايند سيت مش تولز خالص. انا فاهم الكونسيبت، هقدر اشتغل في اي شيء، اي حاجه هتيجي قدامي. فبدات ان انا قلت طب خلاص انا هطبق الكلام ده. فبدات ان انا اكلم، كنت اروح بعد كده، كنت شغال في شركه هنا في القاهره. بعد كده بقيت اروح ان انا اقدم بقى على شغل تاني، واروح لشركات تانيه واخش اعمل انترفيو واتقبل، وبعد كده ما اكملش، وبعد كده مش بدور على ايه؟ بدور على الكونسيبت الاساسي اللي انا عايز من الاخر، اللي انا فهمته من الكورس ده باشمهندس محمد رضوان اطبقه عمليا، اشوف هل هو هيجيب نتيجه ولا لا. فلقيت الموضوع بيجيب نتيجه بشكل رهيب، ان انا خلاص اخش اتش ار، بعد كده اخش تكنيكال، بعد كده يقول لي تعالى قابل السي او او السي تي او او ايا كان. كان في منهم شركه كبيره في مصر هنا كان شغاله في الفاين تك والكلام ده كله. رحت لهم وبتاع، وكنت خلاص هقفل معاهم ورحت وكملت. بس للاسف الشركه اللي كنت شغال فيها يعني قالوا لي ايه، لا تعالى وهنديك مرتب فرق وبتاع، وقعدوا يغروني بشويه حاجات وللاسف رحت يعني. اللي اعرف احسن من اللي ما اعرفوش. بس بعد كده لا، قلت لا انا مش هكمل في النقطه دي. والحمد لله دلوقتي يعني انا يعني مش يعني حتى كنت بقول له محمد في كذا، انا كنت شغال بمرتب قليل جدا اول ما اشتغلت فيه. ليه؟ لان انا كنت خايف. انا بص، انا عايز حد بيشتغل في الثلاث اربع تولز اللي انا بشتغلهم. طيب انا دلوقتي بحرق نفسي. طيب لا، انا لما بدات ان انا اطبق العملي فعلا اللي استفدته من كورس محمد رضوان والحاجات اللي انا كنت يعني اللي الباشمهندس محمد رضوان بيشرحها لنا، وان انا فعلا ابدا اطبق واخد ان الديف اوبس عامه از مايند سيت او فكره عامه او كونسيبت كامل، ماليش دعوه بالتولز، ماليش دعوه بالبلاتفورم، ماليش دعوه. انا مثلا ويندوز لينكس ماك انا ماليش دعوه. انا عندي مشروع ليه اهداف عايز يتطبق، ليه حاجه في بايب لاين عايزه تخلص، في حاجه، اي التولز اللي قدامي هخلصها. لما بدات اطبق كده، انا رحت قلت للشركه اللي انا شغال فيها انا همشي. قالت لي انت كام؟ زودت لي مرتبي يوميها. انا افتكر يعني في مره كنت قاعد اقول له ايه، بقول له المدير بتاعي مش عارف يعني الحمد لله مفيش حد عارف. بقول له انا عايز امشي. فكنت عايز زياده، بقول له شو انا عايز زياده. فقال لي بص يا رامي ومش عارف ايه، وكان هزودك كام؟ قام زودني تقريبا 10%. قلت الحمد لله رضا، يعني الحمد لله ما فيش موجودين. بعد كده لما جيت امشي ورا الشركه الثانيه لقيته بيزودني 40%. قلت له يا باشمهندس معلش، انت انا بقالي شهرين كنت بضحك على 10%، انت ليه بتزودنا 4%؟ قام ضحك كده وقال لي ايه، ما خلاص خلاص انت بقيت شاطر. طب ما انا بقيت شاطر ايه؟ ما انا زي ما انا ما فيش زياده. فاهم ايه اللي حصل؟ اشتغلت في شهرين. ما انا ايوه. فالمهم ايه، قلت ايه تمام. بعد كده اتعرض عليا، انا كنت في تيم، والتيم ده بقى نقلوه في مكان تاني اللي انا شغال فيه دلوقتي في الشركه في السعوديه او في وزاره في السعوديه. لقيتهم عرضوا عليا يعني ال 40% بقت حوالي 70% كمان زياده. فانا قاعد يا جماعه في ايه؟ فلما كلمت المونيتور بتاعي، قصدي التيم ليد بتاعي، قال لي يا رامي اصل انت كنت في حاجات معترض عليها وبتاع. فبدات بقى يدور في دماغي، لا الباشمهندس محمد الحاجه اللي يقولها صح 100%، انا مفيش يعني مش هدور. فخلاصه الموضوع ده كله، اسف الله طولت عليكم، اللي هو خلاصه ان الكورس ده عشان محمد رضوان ايا كان ما هو فادني ماديا، بس قبل ما يفيدني ماديا هو فادني في يعني شغل دماغي. يعني خلى ان انا عندي مايند سيت مختلفه نهائي. واي فضل يعني يرجع لاي حاجه انا حققتها في الشغل او في الشغل اللي انا فيه دلوقتي لله والباشمهندس محمد رضوان، وربنا يبارك فيك. واسف طولت عليك.